تصحيح للأخطاء وتشكيل مناسب من غير حنيكة لعودة الفريق للطريق الصحيح. كل ده هنتكلم فيه قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. قبل ما نشوف هنعمل ايه في اللي جاي لازم نبص ورانا الأول ونشوف عملنا ايه غلط تسبب في تعادل الفريق مع المقاولين. نبدأ بأول الأخطاء وهم كتير فما تعدش ورايا. رقم 1، التشكيل أصلا كان غلط. غلط ازاي؟ والمفروض ما فيش في الكورة تشكيل غلط وتشكيل صح، كلها وجهات نظر فنية. يعني هقولك التشكيل اللي ما فيهوش أجنحة فهو تشكيل غلط 100%. بداية الزمالك بكايد اللي هو مش جناح مع ناصر اللي هو برضه مش جناح، خلى الزمالك مش قادر يفتح عرض الملعب لأنه على الورق رصص أجنحة، لكن في الحقيقة انت بتلعب ب2 تمانيات فلعبوهم كله للعمق وبيسيبوا الطرف، مع انك اصلا بتلعب بشحاتة وعبد الله تمانيات في نص الملعب. فبقى عندك حرفيا وبدون اي مبالغة 4 لعيبة بيلعبوا 8 في نص الملعب مع دونجا اللي بيلعب 6. يبقى الزمالك نازل في ارض الملعب ب5 لعيبة نص ملعب قصاد فريق متكتل قافل العمق ب5 لعيبة ورصص ال11 في ال18. فكان طبيعي الهبد والرزع وفي احيان كتيرة الحكشة اللي شفناها في الملعب، مع ان دي مشكلة كانت ممكن تتحل بسهولة. شيكو بنزا مصاب واتمنى يكون فعلا مصاب، لانه لو اي حاجة تانية غير الاصابة زي انك بتعاقبه وبتأدبه والهجايز دي يبقى احنا في مدرسة مش في نادي. الادب ادب فلوس يا غالي، فكك من شغل المدارس ده. عايز تعاقب اخصم لكن ما تستبعدش فتعاقبنا احنا. نرجع للتشكيل واوعى تكون تهت مني. قلنا مفيش شيكو يبقى مفيش جناح شمال، يبقى لازم تبدأ الناحية التانية بجناح صريح ده مكانه. الفينا مش جاهز يبقى كنت تبدأ بمعالي اللي كويس جدا وعنده لمسة بانت في ماتش سيراميكا، لكن نخش من غير جناح يمين ولا جناح شمال يبقى انسى تكسب يا غالي. مفيش فرقة كبيرة بتهاجم وعايزة تكسب بترقع في الجناحين ومن الجناحين لنص الملعب ومن غير رغي كتير. ثلاثية الدونجا وشحاتة والسعيد فكك منها مش هتنفع، خصوصا قصاد الفرق اللي بتدافع زي المقاولين كتير جدا. الزمالك يلعب ب3 في نص الملعب يا جماعة. واللي مصعب الموضوع اكتر ان دونجا زي الزفت في الطلوع بالكورة اللي هي اساس شغل الراجل في رقم 6 اصلا. وعبد الله من اخر الموسم اللي فات ولحد دلوقتي اداؤه في النازل، ومش هقول اكتر من كده احتراما ليه، لكن يا عبد الله محتاج تراجع نفسك وبسرعة علشان صدقني مفيش وقت. طب ايه الصح في نص الملعب؟ شحاتة مع ماهر مع كايد او عبد الله في حالة النفاق، وفكك من دونجا رقم 6 في الماتشات اللي زي دي. باقي التشكيل كان عادي مفيش في حاجة، خط الظهر هو زي ما هو، والبداية بالدباغ كانت صح لكن خروجه كان غلط. وعموما الراجل حتى في التغييرات كان غلط سواء في التوقيت او التوظيف. مش هرغي كتير في سلبيات اكتر من كده وخلينا نروح لتشكيل الماتش الجاي. ابدأ بصبحي بنتايج وجابر شمال ويمين، قلبين دفاع الونش وعبد المجيد. دونجا اتصاب فخلاص مش موجود، فنص الملعب يبقى شحاتة وكايد وناصر، وانا هنا اقصد شحاتة وكايد 8، وماهر يكون رقم 10. مش هلعب ب6 لان اصلا مفيش 6. دونجا اتصاب، ربيع جه اتصاب، وجهات شهيد من الموسم اللي فات. شمال شيكو بنزا، يمين البرازيلي بحقه حقيقي خوان الفينا بيزيرا، قصادهم عدي الدباغ. هو ده التشكيل الصح من وجهة نظري، واهم حاجة فيه ان في جناحين وان ناصر ماهر في مكانه رقم 10. نيجي بقى المودرن الفايق جدا جدا السنة دي وبادئ بداية عظمة بالتعادل مع الحمر والفوز على الاتحاد. وطبعا مش محتاج اقولك انهم اكيد اقوى من المقاولين ومعاهم كابتن عبد العاطي مدرب كويس جدا من وقت زد. فالماتش هيكون صعب جدا خصوصا بعد ما زودنا الضغط علينا بالتعادل مع المقاولين. اهم ميزة في فريق مودرن هي العرضيات، خصوصا اللي من الكور الثابتة. ارجع للهدف التاني في الاهلي والتاني في الاتحاد. وتاني ميزة هي الضغط القوي اللي بيعملوه، وارجع للهدف الاول ليهم في الحمر. الكرة كانت مع ابن شوبير فضل يتمرقع بيها وعايز يخرج، ضغطه اتقطعت راحت لحسام حسن قام رشقها له. فياريت صبحي يخلي باله، خصوصا ان انا حاسس ان في واحدة هتلبس. وخلي بالك معاهم مهاجم مميز جدا يمكن يكون من احسن المهاجمين المصريين، كلامي طبعا على حسام حسن. وشوف لبس جنش
ضربة جزاء بذكاء ازاي. فيا ريت نخلي بالنا. عندهم مسعد واد حلو، هلال حظه عالي علينا وبيقرفنا. الواد عبد الرحمن شيكا ده رايق، خدوا بالكم منه. طب ايه يا ابو حميد، هنلعب ريال مدريد ولا ايه؟ فين نقط الضعف؟ جاي لك اهو يا غالي، انت مستعجل ليه؟ رغم الكام ميزه اللي انا قلتهم دول، لكن فريق مودرن عنده نقط ضعف واضحه كمان. اولهم العرضيات، شوف مميزين فيها وهي برضه نقطه ضعفهم. خد عندك هدف الحمر الاول ركنيه عرضيه جون، هدف الحمر الثاني فاول على حدود المنطقه عرضيه جون، هدف الاتحاد الوحيد عرضيه على القريبه جون. يعني الثلاث اهداف اللي دخلوا فيهم عرضيات. واضحه يا عم فريرة من غير اي حنيكه، عرضيات. ودي في العرضيات، وان شاء الله الدباغ يرزع لنا واحده من السلبيات الكبيره برضه في مودرن هو ابو جبل. وهنا انا مش قصدي نقطه معينه، لا انا قصد ابو جبل كله كده على بعضه. لا عرضيات بيمسك ولا تسديدات هيطير. وطبعا بعد اللي انا قلته ده هيقلب قصادنا نوير انا عارف، لكن بجد ابو جبل نقطه ضعف كبيره. ويا ريت لو في عرضيه حد يستنى قصاده، لانها غالبا هتقع من ايده، فيا ريت يكون في حد موجود يحطها ونخلص كده. تشكيل الزمالك يبقى صبحي، جابر، الونش، حسام بن تايج، شحاته، كايد، ماهر، شيكو، الفينا، قصادهم الدباغ. نركز على العرضيات خصوصا الكور الثابته. افتح عرض الملعب، اختبر ابو جبل على قد ما تقدر. هيغلط باذن الله. خلي بالك من كورهم الثابته. تاني اهو، خلي بالك من كورهم الثابته. خد بالك من حسام حسن عشان لو اتساب هيزعلك. خلي بالك من ضغطهم العالي يا حاج صبحي، ولو مش مصدقني اسأل ابن شوبير. نحاول ننزل سخنين ضغطين ونسجل من الاول عشان نسهل الدنيا على نفسنا. فيريرا يخف حنيكه شويه. الدوري المصري اتفه من كده بكتير. اللعيبه تخلي عندها شويه دم وتسترجل. عيب عليك لما يبقى معاك اقوى جمهور في مصر وتبقى علق بالشكل ده ومش قادر تكسب. استرجل يا ابني انت وهو شويه، وحس بالرجاله اللي بتيجي تشجعك. مفيش حجج الموسم ده، المدير الرياضي عامل اللي عليه معاكم وزياده، فمفيش منه الموسم ده اي تقصير. في اللي جاي الحفله هتبقى عليكم انتوا، من اكبر واحد لاصغر واحد. بس كده، ما عنديش كلام تاني اقوله غير ربنا يكرمنا ويوفقنا ونقدر نكسب باذن الله، ونفوق ونفوق نفسنا بسرعه وبدري، وباذن الله اللي جاي يكون خير.